السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم اخواتي وحبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية. النهاردة كده بإذن الله هنشوف مع بعض حبة أفكار وحيل منزلية، يا رب تعجبكم يا رب، وأتمنى منكم تجربوها. وقبل ما نبدأ نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. وهنشوف مع بعض طبعا أول فكرة. احنا جبنا إزازة كنز زي كده فاضية، هنبدأ نفتحها بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي كده. قصيناها كده، هنبدأ الفكرة دي على فكرة هتنفع معانا في المصايف، لو كنا برا البيت، لو كنا في رحلة وحاجة زي كده وعايزين نتصرف. لكن احنا عارفين ان كل حاجة في البيت موجودة، بس احنا بنتكلم على لو احنا مش يعني لو احنا برا او مش موجودين في البيت، تعرفي تتصرفي ازاي. كده هنبدأ نفتح فتحات صغيرة هنا بالطريقة دي كده كده زي ما انتوا شايفين. بعد ما احنا فتحناها بالطريقة دي، افتحي الاخرام اللي انت عايزاها. دي كوباية فاضية، هنبدأ بالطريقة دي. اعملي بقى شاي، حلبة، ينسون، اي حاجة، هتبدأي تصفيها بالطريقة اللي انت شايفاها دي كده بكل سهولة. هتبدأي تسيبي الحاجة لحد ما تنزل كل الفوائد اللي فيها، وهتبدأي بالطريقة دي ترفعي كده كده، مش هينزل معاكي اي حاجة من تحت زي ما انتوا شايفين كده. لو عجبتكم الفكرة نفذوها. الفكرة اللي بعد كده، لو معاكي اي مكنه حلاقه باظت كده واستغنيتي عنها، ما ترميهاش، هعرفك ازاي ترجعيها زي ما كانت وتبقى كويسه معاكي. هنجيب اي حاجه جينز بالطريقه دي، وهتاخدي لورا والقدام كده، هتستني معاكي وهتبقى زي الفل. لو عجبتك الفكره نفذيها بالطريقه دي، هتستني معاكي لو خدتي بالك. تعالوا بقى بينا نشوف الفكرة اللي بعد كده. الفكرة اللي بعد كده ده قشر البصل اللي هو الناشف اللي من بره. تعالوا نشوف هنعمل بيه ايه. هناخد القشر ده، عنديكم كمية قليلة حط قدها كمان، وهنغليه في كوباية مية على النار. هيغلي كويس جدا معاكي. بعد ما يغلي كويس هنسيبه 5 دقايق، بعد كده هنصفيه. هناخد المية بتاعته، ده مسكن قوي جدا جدا جدا. لو عندك سنانك تعباكي او ضرس ملتهب عندك، ده مسكن جدا لألم الأسنان. ولو عجبتك الفكرة نفذيها. الفكرة اللي بعد كده، لو معاكي أي بنطلون فيه وبرة أو في حاجة زي كده، هنبدأ نجيب البلاستر بالطريقة دي. ابدأي تلفيه على ايدك بالمقلوب، هيبقى من بره مش من جوه. بالطريقة اللي انت شايفاها دي، هتبدأي بقى تلمي بيها، مش هيخلي معاكي اي حاجة زي ما انت شايفة كده. زي ما انت شايفة. بصي، لو عجبتك الفكرة نفذيها. هنيجي بقى للفكرة اللي بعد كده. الشنط البلاستيك بتبقى عاملة لنا زحمة جدا جدا في المطبخ، نبدأ نطبقها بطريقة جميلة جدا جدا، وهنبدأ نعينها في اي مكان بحيث انها ما تاخدش مساحة. ممكن نعبيها كلها في شنطة واحدة. فاحنا هنطبق الطريقة اللي انتوا شايفينها دي، وهنطبق كده. كمية الشنط كلها اللي عندك مش هتاخد منك ولا وقت ولا مساحة. هنبدأ ندخل بالطريقة دي كده زي ما انت شايفة كده. هيبقى بالطريقة دي. لو عجبتك الفكرة نفذيها. الفكرة اللي بعد كده، بيبقى معانا باكو الشاي او كيس السكر او كيس الرز، شعرية، كيس ملح، بيبقى فيه بواقي بالطريقة دي. طبعا بنخاف من النمل وبنخاف من كل حاجة. هقولك ازاي بكل سهولة تقفليه. انا هسيح دي بس على النار، اسخنها شوية وهرجع له. زي ما انتوا شايفين كده انا سخنتها على النار شوية. هبدأ بكل سهولة ان انا اتنيها بالطريقة دي زي ما انتوا شايفين كده. بكل سهولة بدأت اتنيها، والكيس ما ينزلش منه اي حاجة
لو عجبتك الفكرة نفذيها. الفكرة اللي بعد كده هنحط القطن في التلاجة، هيريحك الصيف كله الصراحة. تعالي نشوف الفكرة مع بعض كده. طبعا معظم الناس عندنا بيبقى التلاجة ما بتقفلش كويس من الباب بتاعها، فبالطريقة دي احنا هنعالج الحاجة دي. هنعالجها ازاي؟ هنجيب القطن وهندخله هنا كده بكل سهولة زي ما انتوا شايفين كده كده كده. الباب هيقفل معاكي وهيبقى كويس جدا كده. الباب هيقفل معاكي بكل سهولة. لو عجبتك الفكرة نفذيها. الفكرة اللي بعد كده هنجيب مشابك الغسيل الخشب دي، هنبدأ ان احنا نحطها لمدة يوم او يومين في الدوني والمعطر والحاجات اللي زي كده لحد ما تتشرب كويس معاكي المشابك بالطريقة دي. بعد كده هنبدأ نعلقها في المروحة كده، وهنبدأ نشغل المروحة. هيفضل معاكي ريحة الشقة يوم او يومين وثلاثة كمان وممكن اسبوع زي الفل. ريحتها متعطرة كده، كل اللي يدخل عندك يشم ريحة حاجات حلوة يقولك الشقة ريحتها يعني ريحتها حلوة. لو عجبتك الفكرة نفذيها. الفكرة اللي بعد كده علشان خاطر يبقى معاكي الانتريه ريحته حلوة والسرير مخدات السرير حاجات زي كده، هتجيبي اي مواد عطرية انت تحبيها او تحبي ريحتها، وهنجيب سرنجة نظيفة هنبدأ نعبي ونغرسها في الانتريه والكنب او مخدة السرير او المرتبة. وبالطريقة دي بس ما تضيفيش كتير، بالطريقة دي هتبقى ريحة الانتريه دايما كل يدخل عندك يشم ريحة الفرش حلوة، ريحة السرير دايما تبقى حلوة، وريحة المخدات دايما تبقى حلوة. كده نكون خلصنا حلقة النهاردة. يا رب تنال اعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.